الممثلة التونسية، الممثلة الكوميدية والإعلامية السابقة حنان شقراني، شفناك في العرض هذا، عرض المجيرة. ابدعتي، يعطيك الصحه. في الاول الحقيقه ما شدنيش، خاطر انا ديما نخزر للمسرح على انه دوره توعيه وتحسيس، لكن بعدك يعطيك الصحه. انتقدت المشهد السياسي براعه. انتقدت العنف المسلط على الطفوله. يعطيك الصحه. دور وثقت نوعا ما دور التحرش اللي ما لازمناش نسكتوا عليه، وما لازمناش نكتموا لسان الولي او ميساجك حلوة برشا، سيرتو في المشهد السياسي وقت تتبع قطيع الحمير. انتقدته، يعطيك الصحة. دونك أنا نشجعك على اللي تقدموا، ويا ريت كي تحكي لنا على دور المجيرة شنو هو اللي خذاه من حياتك، علاش استلهمت فيه لحظة من ماضيك، ويلا جاتك فكرة وكهو. اهلا وسهلا بك ساعه ان شاء الله تلموا ديما في الخير وعلى الخير. قلت بكري قلت الاعلاميه سابقه، انا ديما نقعد اعلاميه وعندي برامج ان شاء الله باش تشوفوها على قريب. حنان الممثله غير بركه، رجعت حنان الممثله لان اصلي تكويني الاصلي هو استاذ مسرح ومتخرجه من معهد العرفي المسرحي. جاي الفرصه جيت قلت حنينه حنان، نعيطوا لي حنينه انت بارونتيز في الدار. قلت في العمر هذه وبعد التجربه هذه كله انت ابنه هذا الوطن وام حاليا، شو باش تخلي وراك وشو يلزمك تعمل قبل يشوفوك في برشا تجارب. اليوم انا حبيت نأثر في التجربه نتاع حنان الشقراني. حنان الشقراني لازمها تكون باش تكون وحدها سورسين، شو باش تطرح، شو باش يشوفها المشاهد في حاجات مختلفه، لازمها تلم لاكتواليتي، تلم الحاجات الان هنا، الحاجات اللي تألم التونسي، الحاجات اللي راه فيها التونسي روحه. تقول تحرش، انت حكيت على التحرش، اي تونسي ما فماش واحد يتعرض للتحرش. التنمر فماش واحد يتعرض ما تعرضش، ما فشلش في حياته وما لقاش شكون يحاذيه والا ما لقاش شكون يعفس عليه، هذه كل نعيشوا فيه. حبيت نطرح على الحاجات هذوما من الاول. انت قلت ما شدنيش، انا مش مطالبه باش نشد الببليك من الاول، انا نحب ندخل الببليك كي يحل الباب البراني يبدا يكتشف الدار بالبيت بالبيت، حتى لما بعد يجي يلقى الطاوله منصوبه وباش نقول لك ها هو شنو انا حبيت نقول، ها هو شنو حبيت نطرح. هذا هو المجيرة بنت الحي، خذيت من دم حنان، من وقت حنان، من حنان الام، من حنان الابنه، من حنان الزوجه، من حنان الاستاذه، من حنان المواطنه، من حنان الانسانه اللي حمو دم. خذيت مني برشا وقت وبرشا تعب باش اليوم المولود هذا قاعد يدور من بلاصه لبلاصه. والحمد لله البارح كنت في جابس بوشمع، عرض جماهيري غفير جدا. اليوم بحذاكم انتم زاده، اليوم نسميه عرض عائلي انتيم ليله مولد ومحلاه، حسيت روحي في وسط دارنا، وذيك علاش خليني انا نكسر النمط ونستدعى مدام عقيله نكرمها في وسط المسرحيه. واحنا ديما المراه ديما مكرمه كما المجيره كرمت المراه التونسيه وكرمت تونس اللي هي المراه التونسيه والرجل التونسي وتمنا الكل. اليوم عرض سبيسيال، عرض عائلي بامتياز وعروض كل ناجحين، وانتظروا المجيره بنت الحي باذن الله في المواسم القادمه داخل وخارج حدود الوطن. يعطيك الصحة. نحب نسألك، عندك خدمة جديدة فيما يخص المسلسلات الرمضانية؟ والله توا بور لو مومون ساعة بور كومونسي، انا ما عادش نحب نحكي على حاجة قبل ما تصير، يعني نحكي ديما نحكي عرض يعني عندك عرض حاضر؟ شو عرض؟ جايك عرض؟ جاوني برشا عروض والحمد لله وصلت لمرحلة اني نختار. معناها مرحله نقول هذا اللي قبل كنت ما نختارش، قبل اعطيني ندبر راسي. تو وصلت لمرحله عمريه فكريه نفسيه اجتماعيه اقتصاديه اني نقول الدوره ذي باش يناسبني ولا ما يناسبنيش، لاني امنت اللي توا نضجت شويه بليز موان نضجت وليت نختار. توا بور لو مومون فما شويه مقترحات قاعده نجس فيهم، فما اللي ما عجبونيش، فما اللي قاعده نطرح فيهم، وحتى كان ما جاتش مقترحات اكيد باش نكون حاضره بالمجيره في السهرات الرمضانيه وما يقلقنيش. وان شاء الله ممكن باش تلقاوني في السينما وزاد باش تلقاوني في برنامج تلفزيوني على قريب ان شاء الله. يعطيك الصحة. اجي محليك. فهمتني شنو عملت انا؟ قلت يا حنان يا حنينه يا بنينه، حطها كما وقت لوليا بالكعبر على الغاز، حطها على نار هاديه وتنطر للورديه. عدي الكاستينغ راديو، هاي اللجنه، اهلا بالحاج رئيس اللجنه، شنو احوالك يا لجنه؟ هاي رئيس اللجنه تاع الكاستينغ، خليني باش يعملوا باش يختاروا هما كيف في مسلسل. خليك حاجة بالدنيا انا شو بدي، انا غيرك ما بدي، شو مقامي يا حبي يا عمري خليك حاجة. تجي نتجوز لا سر لا يا لجنة اكتب مجير انت، هاي انت عرفتك كنت تخدم في الجامعة متاع الرياضة، هذوك ماكل بهايم باش يجيبوهم معانا. ما زالت لا تخطبت لا تعرفت لا شافت لا عرفت، تختاروا واحد زوالي يعلم به ربي يعاني يخلص 800 دينار
تجيبه يخطبها ويجيب الموسم ويعرس ويكري الرب ويجيب الفرقه ويكري الصاله ويلبس عائلتها ويعمل لها العشاء، تعرسوا من الشهر الاولاني، تعمل له اول عركه، تمشي تشكي به نفقه وتطلب عليه 5 ملايين. سامحيني، مصحة على صديق ولا مصحة مع الاسبيرانس؟ ما فما يمروها. قديش من وحده انتحرت، اقعدي غادي، قديش من وحده ماتت امها وانتحرت، اقعدي غادي، كملوا كاسين. قديش من وحده يا وخياني، قديش من باها يعيش في وسطنا، قديش من طفله صغيره، قديش من حاجه شفناها في الروضات وتكبر بيه ويطلع معقد، قديش من عائله مشت في الساقين يا وخياني. ما نسكتش انا، نفيقها مدام اولجا ونفيق كل بنيه لهنا، ما تسكتش على حقك، اي واحد يتعدى عليك اتكلم، عندك قانون يحميك. الله يرحمهم وينعمهم، وربي ان شاء الله يصبر اهاليهم، الله يرحمهم ونردوا بالنا يا جماعه. معناها كيما نقولوا لوليداتنا على الدراج، نردوا بالنا من الهجره الغير شرعيه، نردوا بالنا في كل حاجه تنجم تهز تلاقي. يعيشكم يا جماعه. مدام اولجا ما تنبرتش عليا، مدام اولجا ما صبتنيش، ما تنبرتش عليا وما خلتليش كلام غايب، ما خلتليش بهيمه، ديما تقول لي انت باهي يا زلمه يا زلمه. هو مسيو ديفيد من اسرائيل. لحظه بربي بعثت لي ميساج، لحظه. حنينه مشيت لامك وابوك، حكيت لهم كل شيء، كلمتني مدام اولجا قالت لي راهو مسيو ديفيد ماك البلاصه اللي ما تتسمى ويحب يلعب مخها حنينه ويبيعها في الحي ويبيعها في بلادها وفي همتها وذمتها، ويبداو هذيك المخطط نتاعهم يبداو بشويه بشويه ويستغلوا العباد البهاليل والبهايم كيما حنينه. ساعه انا مانيش حنينه، انا حنين. تقصد فيا انا مانيش بهيمه، حنينه بهيمه، انا مانيش بهيمه، انا حنين. امك وابوك مش راضيين عليك. بحد شيء ما حشناش، الدنيا مش فلوس يا حنينه. ارجعي مازالت عندك الفرصه. ابوك يموت مش راضي عليك، ويني حنينه، ويني المجيره ماتت، ثم ربي باي كيف مش راضي عليك.